نفسك تشتغل من البيت او تعملي مشروع معين، لكن حاسه انك تايهه ومش عارفه تبداي منين ولا ازاي. طب تعالي مع بعض نفكر انت ممكن تشتغلي ايه من البيت، وايه هي اهم المهارات اللي لازم تكون عندك علشان تبداي وتكملي للاخر، وازاي من الاول تحددي مجال شغلك وتسوقي لنفسك. فالمطلوب منك دلوقتي انك تركزي معايا كويس جدا وتجاوبي على كل سؤال هسألهولك. هدفي من الحلقة دي انك تخرجي منها عارفة طريق كويس جدا اللي هتمشي فيه، ويكون عندك رؤية واضحة وكاملة لنفسك، ودي حرفيا هتبقى اول خطوة في نجاحك. يلا بينا نبدأ. اول نقطة حابة اوضحها هو انه قليل جدا اللي شغال بشهادته. الاهتمامات والاتجاهات دايما بتتغير، حتى لو كانت كليات قمة. شيف سلمى على قناة فتافيت هي اصلا دكتورة، سابت الطب وبقت شيف مشهورة. فانت لو حابة مجال تخصصك يبقى اشتغلي فيه، لكن تطوري من نفسك كويس جدا علشان تبقي مميزة عن غيرك. طب لو انت اصلا مش حباه، يبقى على طول من غير تردد تجربي مجال تاني. وده لان في ناس بتجبر نفسها ان هي تكمل في تخصص هي مش حباه، لكن صعبان عليها الاربع او 5 سنين جامعة دراسة، فبتجبر نفسها ان هي تكمل في مجال هي مش عايزاه. فانت ما تخليش الموضوع ده عائق بالنسبة لك. حابة مجال شغلك اشتغلي فيه وطوري من نفسك وتميزي فيه، مش حباه يبقى على طول تفكري في مجال تاني. نيجي لأول سؤال مهم جدا، هو ازاي تحددي مجال شغلك او مشروعك. وعلشان نسهل الدنيا هنقسم موضوع شغل ده لثلاث انواع. اول نوع هو النوع الخدمي، اللي انت بتقدمي فيه خدمة معينة، زي خدمات التدريس او التدريب او التصميم او الديكور او الكوتشنج او ادارة سوشيال ميديا او مونتاج، شغل بتقدمي فيه خدمة معينة. خلاص. طيب النوع التاني هو تقديم منتج معين، زي انك تشتغلي بايدك منتجات وتبيعيها، ودي زي مشروعات الاكل والحلويات والخياطة والكروشيه وكل منتجات الحرف اليدوية، اي منتج بتصنعي بايدك. اما النوع التالت وهو التجارة والتسويق، وهي انك تشتري منتجات جملة وتسوقيها انت بنفسك او تسوقي اي منتجات للغير. دي باختصار قوي انواع الشغل. ودلوقتي اول سؤال ليكي، ايه هو اكتر مجال انت مهتمة بيه؟ انك تقدمي خدمة معينة، او بتحبي تشتغلي بايدك وتصنعي منتجات وتبيعيها، او تكوني شاطرة في التجارة والتسويق؟ فكري كويس وجاوبي على السؤال ده. تاني سؤال، ايه هي هوايتك؟ لو عندك هواية معينة بتحبيها يبقى هي دي انسب شغل ليكي، لانك لما تحبي حاجة معينة وتعمليها بحب وبشغف هتوصلي فيها لمرحلة الابداع. طب لو مفيش هواية، يبقى هتشوفي ايه هي اكتر حاجة انت شاطرة فيها وهتحوليها لشغل او مشروع. وفي النقطة دي بالذات الناس نوعين، النوع الأول هي مش عارفة هي شاطرة في ايه، أما النوع التاني فهي شاطرة في حاجات كتير، لكن للأسف مش مركزة في طريق واحد تكمل فيه للنهاية. طب بالنسبة للنوع الأول، لو انت من الناس اللي مش عارفة انت شاطرة في ايه، أول حاجة هتشوفي ايه هي المهارة أو الميزة اللي عندك والناس اللي حواليك كلهم بيشكروا فيها، زي مثلا انك تكوني بتعملي أكلة معينة أو نوع حلويات معين بطريقة مميزة، فممكن تحوليها لمشروع. او انك تكوني بتدي نصايح مفيدة وايجابية للناس اللي حواليكي ودايما بيطلبوا نصيحتك، فممكن تتخصصي في اي مجال من مجالات علم النفس. تاني حاجة هتعمليها هو انك هتسألي حد ويكون فعلا بيحبك ويتمنى لك الخير، ايه هي المميزات اللي هو شايفها عندك، وايه هي الحاجات اللي انت شاطرة فيها من وجهة نظره. لان اوقات كتيرة جدا للأسف بتكوني شاطرة في كذا حاجة لكن انت مش شايفاها، والناس اللي حواليكي بس هم اللي بيلاحظوا انت مميزة في ايه وشاطرة في ايه، خصوصا لو انت من النوع اللي ضاغطة نفسك قوي وبتنتقدي نفسك كتير، فللأسف مش هتشوفي اي ميزة عندك. نيجي للنوع التاني، الناس اللي شاطرة في كذا مجال ومهارة لكن مشتتة ومش عارفة تركز في طريق واحد. اول خطوة، من بين كل المجالات اللي انت بتتقنيها والمهارات اللي انت عارفاها هتختاري اسهل واحدة فيهم، وهي دي اللي انت هتبدأي فيها. تاني خطوة، هتركزي في المهارة دي لمدة 6 شهور كاملة هتشتغلي فيها بتركيز كامل. تالت خطوة، بعد 6 شهور هتعملي وقفة مع نفسك وهتشوفي انتي وصلت لفين. لو وصلتي لنتيجة مرضية ومريحاكي يبقى هتثبتي فيها وهتكملي فيها بنفس التركيز. اما المجالات التانية او المهارات التانية اللي انت شاطرة فيها مارسيها كهواية عندك لحد ما تثبتي نفسك في المجال الأول السهل اللي انت اخترتيه، وممكن بعد كده تبدأي في مجال تاني انت شاطرة فيه وتعملي ما بين المجال الأول والتاني إدارة. لكن المهم ان انت تكوني ثبتي نفسك في مجال ونجحتي فيه، وبعدها تبدأي في المجال التاني وتعملي إدارة وتوازن ما بينهم. طيب لو مفيش هواية وبرضه معرفتيش انت شاطرة في ايه، هتعملي ايه؟ هيجي دور انك تجربي بنفسك حاجات كتير. بانك الاول هتتفرجي على فيديوهات وحلقات كتير لمشاريع ناس عاملاها،
ونوع الحلقات دي موجود كتير منها على التيك توك وعلى اليوتيوب، فانت هتتفرجي عليها وهتشوفي ايه اكتر مجال هيشدك واكتر مشروع هيشدك وتحبي تتفرجي عليه كتير، هو ده المشروع اللي انت هتجربي تتعلميه. زي مثلا مشروع الدونس او بوكيه الكب كيك، فانت هتشوفي ايه اكتر حاجة هتشدك وجربيها. جربي تعمليه زي ما هو لمدة اسبوعين 3. لو ارتحتي ولقيتي نفسك بتتعلميه بسرعة ومبسوطة وانت بتعمليه، كملي فيه وهو ده كمان يبقى مشروعك. طب انت كده هتبقي قلودة؟ لا، هقولك ليه. لما تعملي نفس المشروع هو مهما كان، هيبقى ليكي طابع مميز خاص بيكي انتي. هديكي مثال، لو الاتنين بيعملوا نفس الأكلة والطبخة بالظبط بنفس المقادير وبنفس المكونات، تفتكري هيكون في فرق في الطعم ولا لا؟ اكيد هيبقى في فرق. عارفة ليه؟ لان سبحان الله كل واحد ليه طابع مميز. لو جربتي نفس الاكلة بنفس المقادير والمكونات برضه هيكون في فرق في الطعم، لان سبحان الله كل واحد ليه نفس وطابع يميزه عن غيره، حتى لو كانت نفس المقادير ونفس المكونات. فانت لما تعملي نفس المشروع هيكون ليكي لمستك اللي هتميزك عن غيرك، وهتضيفي له حاجة بتاعتك انتي. فالتقليد في الحالة دي، أو خلينا نقول عليه اقتباس، هو هيبقى الوسيلة أو الطريقة اللي هتخرجي نفسك بيها من حالة الجمود اللي انت عايشة فيها. وبمجرد لما تطلعي من حالة الجمود دي وتتحركي وتعملي حاجة، هيخرج منك إبداعات انت نفسك هتصدمي إنها كانت جواكي وما تعرفيهاش. هختم الجزء ده بنقطة أخيرة، وهو إن في نوع من الناس حاولت كتير وجربت كتير وفي الآخر أحبطت لأن هي ما وصلتش لنتيجة وفقدت الشغف حتى إن هي تحاول تاني. لكن خليني أقولك، لو انت بصيتي لعدد المحاولات دي إن هي تجارب انت خدتيها، وكل تجربة أكيد طلعتي منها بفايدة، فانت لو بصيتي على التجارب اللي انت عملتيها دي ان هي محاولات انك توصلي، هتشكري نفسك جدا. طول ما انت بتحاولي وبتجربي وبتقاومي فانت كده بخير. انما الوقت اللي هيجي عليكي وتبطلي في محاولة، هتعرفي فعلا ان انت كده خسرتي. فدي الحالة الوحيدة اللي انت هتبقي خسرانة فيها. فطول ما انت بتحاولي فانت بخير واكيد هتوصلي. طب خلاص حددتي المجال اللي انت عايزاه، نيجي لسؤال مهم. تاخدي كورس في المجال ده وتدفعي فيه فلوس ولا تتعلمي بنفسك؟ لو عندك قدرة مالية ما تتردديش ابدا انك تاخدي كورس في اي مجال شدك واهتميتي بيه، لان ده هيوفر عليكي وقت كبير جدا وتشتت رهيب. اما لو مفيش امكانية فانت هتدوري على اليوتيوب وفي منصات كتيرة جدا، لكن تركزي كويس قوي انك اول ما تلاقي محتوى تعليمي بتفهمي منه ومرتاحة ليه، تثبتي معاه للاخر، لان تعدد المصادر وانك تشوفي هنا شوية وهنا شوية بيجيب تشتت رهيب جدا وبتضيع وقت كبير. فركزي مع اول قناة تقابليها بتديك المعلومة كاملة وكملي معاها للاخر. نيجي لاهم النصايح اللي تاخدي بالك منها كويس وانتي بتحددي مجال شغلك. اولا، اختاري مجال مناسب ليكي نفسيا وصحيا. يعني ايه؟ يعني ما يبقاش عندك مشكلة في الظهر او في الرجل وتختاري مجال من مجالات الطبخ والحلويات عشان تعملي مشروعك، لانه يحتاج منك وقفة وحركة ومجهود كبير. فصحتك هنا هي الاولوية وهي الاهم. ونفس الكلام لو انت من النوع اللي مش بتحبي وقفة المطبخ الكتير وبتزهقي بسرعة، ما تختاريش مشروع من مشاريع الاكل. اختاري مجال انت حباه ومستعدة تبذلي فيه وقت ومجهود علشان تكبريه وتكملي فيه للاخر. تاني نصيحة تاخدي بالك منها هي التزاماتك المادية، يعني وضعك المالي يسمح انك تصبري على الربح وتختاري مجال مثلا زي مجال اليوتيوب، لانه محتاج مجهود وشغل واستمرارية في الاول وبعدها بيجي الربح بعد فترة. اما لو عليك التزامات مالية فاختاري مجال ربحه اسرع شوية، زي انك تعملي منتج وتبيعيه، او تشتغلي في التجارة والتسويق وتشتري منتجات بجملة وتسوقيها انت وتبيعيها. النصيحة الثالثة، لو كان اختيارك هو مجال الطبخ والحلويات، اتخصصي في نوع واحد بس واعمليه. هيبقى اسهل عليكي جدا واوفر، وهتعمليه كل مرة بطريقة اسرع. وبعد ما تثبتي نفسك في الصنف الواحد ده ممكن تضيفي اصناف تانية، لكن تكوني خلاص وقفتي على رجلك. ودلوقتي نيجي لاهم التحديات اللي هتقابلك وانت بتعملي مشروعك. رقم 1، خليكي دايما مستعدة انك تدفعي تمن النجاح. مادام عايزة تحققي هدف معين لازم تبذلي المجهود الكافي علشان توصلي وتحققي هدفك. رقم 2، ابدأي بالإمكانيات اللي عندك، مش لازم تشتري أحسن أدوات، وبعدها طوري من نفسك. ودي نصيحة كل الناس اللي بدأت مشروعاتها سواء كانت في صناعة المحتوى أو أي مجال تاني. المهم انك تبدأي بوضعك الحالي، لكن الأهم انك دايما تطوري من نفسك. فالتطوير المستمر هو المهم. رقم 3، ودي أخطر نقطة لازم تواجهي بيها نفسك. في ناس بتجرب مجالات كتير، وأول لما توصل في مجال معين لنقطة كويسة قوي بتهرب منها لمجال تاني وتبدأ من الصفر وتفضل تتنقل من مكان لمكان. تفتكري ليه؟ لأنها بتخاف. هي بتخاف من النجاح،
مع انها عارفة ان هي لو كملت هتنجح، لكن هي خايفة من النجاح. ايه ده، هو في حد بيخاف من النجاح؟ بتبقى خايفة من الناس خلاص مستنياها، بتبقى خايفة من فكرة الالتزام، ان هي خلاص هتبقى ملتزمة بحاجة معينة قدام الناس، وحاسة ان الناس كلها مستنياها ومركزة عليها، فبتقلق وبتتوتر. فيا اما بتغير المجال خالص، او تبقى هي عارفة طريقها اللي هتمشي فيه، لكن حاسة ان هي واقفة متكتفة وبتتحجج بأي حجج او اعذار. بتخاف من فكرة الالتزام بيوترها جدا. فلو انتي من النوع ده، يعني ركزي في الخطوة اللي انتي هتعمليها بس. حاولي بقدر الامكان ما تفكريش في الناس اللي حواليك، ركزي مع نفسك وفي الطريق اللي انتي ماشية فيه، وطمني نفسك ان انتي فعلا قدها وهتوصلي. وفي نوع تاني بيخاف من الفشل، او ان هي تبذل مجهود وما تلاقيش نتيجة في الاخر، فعايزة تطمن ان المجهود بتاعها ده كله مش هيروح على الفاضي علشان تبدأ. لكن خليني اقولك نقطة مهمة جدا، حتى لو انتي بذلتي مجهود وما لقيتيش نتيجة، وده بين قوسين مش هيحصل، فكفاية ان انتي كان عندك الجرأة وجربتي حاجة انتي كنتي عايزاها، وان مهما كانت الامور بقى عندك خبرة واكتسبتي مهارات هتفيدك بعدين، وممكن تفيدي بيها غيرك وتنصحي بيها لانك جربتي. وان عموما النفس لو ما شغلتهاش بالحق هتشغلك بالباطل. فبمجرد بس المحاولة والتجربة والاستمرار، دي نعمة كبيرة قوي من عند ربنا. على الأقل اتحركتي وقاومتي وما وقعتيش في فخ الإحباط. نيجي لسلوك تاني خالص، وهو إن في ناس بتفضل تدرس كتير، تخلص كورس تبدأ في كورس بعده، تخلص دبلومة تبدأ في الدبلومة غيرها، وتفضل تاخد في كورسات ودبلومات، وتيجي عشان تبدأ حياتها العملية والفعلية تقول لأ أنا لسه مش مؤهلة ومحتاجة أدرس كمان. فالدراسة هنا بتبقى مجال للهروب، ان هي تبدأ وتاخد خطوة فعلية في مشروعها او في مجالها، فتفضل طول الوقت بتدرس. فخدي بالك من النقطة دي. فالأحسن الدراسة تيجي بالتوازي مع الشغل، ونجاحك خطوة واحدة في شغلك وعملك الفعلي والحقيقي هيديكي دفعة قوية تخليكي تدرسي وتطوري من نفسك فيها. خدي القرار وابدأي شغلك الفعلي، وبعدها طوري من نفسك بالتوازي. نيجي لسؤال مهم، ايه هي اهم المهارات اللي لازم تكون عندك علشان تبدأي وتكملي للآخر؟ اول مهارة لازم يكون عندك مهارة البحث المستمر. يعني ما تستنيش حد يحللك مشاكلك، ما تستنيش حد يرتب لك امورك كلها ويقولك انت هتعملي ايه ويقولك اتفضلي اعملي. انت اللي لازم تبحثي من الاول انت عايزة ايه. لو وقعتي في مشكله انت بنفسك اللي تحليها، ما تستنيش حد يجي ويحلها لك، انت اللي تدوري. دلوقتي اليوتيوب بقى كنز، قبل ما تدخلي في مجال تدخلي وتبحثي وتشوفي الناس اللي دخلت المجال ده قبلك، ايه المشاكل اللي واجهتهم وايه النصايح اللي هم قالوها في المجال ده، علشان ما تقعيش في نفس الاخطاء بتاعتهم. تاني مهارة هي الصبر والاستمرارية والتطور المستمر. ايه ده، هو الصبر مهارة؟ الصبر مهارة، انك تصبري وتصبري نفسك وما تنسحبيش من اول كلمة سلبية او تعليق سلبي يجيلك، فدي مهارة. البطل الرياضي ما بيبقاش بطل بين يوم وليلة، او ان هو يستمر لمدة اسبوعين 3 او شهر حتى تدريب مكثف وخلاص يبقى بطل رياضي. لا، ده صبر واستمرارية وتطور مستمر، فهو نظام حياة وتدريب يومي واستمرار، وفي الاخر بقى بطل رياضي. ودلوقتي نيجي لأهم وآخر سؤال، وهو إزاي تسوقي لنفسك. في الوضع الحالي أي حد عايز يفتح مشروع ما بيروحش يفتح محل وبس كده، انتي كده حبست نفسك على الشارع اللي فيه المحل والمناطق المحيطة، لازم دعاية. فدلوقتي المحل بتاعك هو السوشيال ميديا، في ناس كتيرة جدا بتسوق منتجات وبتبيع اونلاين، بس دلوقتي البيع والشراء وكل حاجة بقت على السوشيال ميديا. طب لو انت بتقدمي خدمة معينة مش منتجات، هتسوقي لنفسك ازاي؟ هتفتحي صفحات على السوشيال ميديا وتقدمي معلومات قيمة للناس بنية نشر العلم، وان انت كمان بتسوقي لنفسك. كل ما كانت المعلومة حقيقية وصادقة هتوصل للناس بسرعة، والناس لما تلاقي فعلا معلوماتك مفيدة وقيمة هيطلبوا منك خدماتك المدفوعة. فانت عندك اي منتج او خدمة، هتفتحي صفحات على السوشيال ميديا وتقدميها، سواء هتظهري في الفيديوهات او هتعملي فيديوهات بصوت بس، او ان انت هتصوري المنتجات اللي انت هتبيعيها. فاستعيني بالله وابدأي. ودلوقتي جه دورك، ادعميني بلايك وشير واشتركي في القناة. شكرا ليكم.